السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال، تكونوا فرحانين ناشطين وبصحيحه مزيانه. كما كتشوفوا في هذا الفيديو هذا غادي نقتسم معكم وصفه الكيك ديسير. هو كيجي كيك كيتقدم ككيك، يعني في الطابله ديال الكوتي ولا كديسير، لانه كتجي فيه طبقه ديال الكريم. دونك هو مكون من جوج طبقات، الاولى كيك والثانيه كريم. هذا الكيك هذا كما كتشوفوا كيجي المنظر ديالو هماوي راقي جدا، اما المذاق ديالو فما نذكروش عليه، كيجي بنين، فهو كله منسم بنكهه الكراميل، والكراميل كيجي زوين في لي كيك. دونك ما زيدش نطول عليكم، نخليكم مع طريقه التحضير والمقادير. دونك هنايا انا غادي نقسم معكم ام مخصو باش يبان لكم الداخل ديال هذا لو كيك كيفاش داير. هانتوما يعني كتجي ديك الطبقه ديال لا كريم شاده راسها، ماشي كطيح ولا شي حاجه، وكيجي الكيك ديالنا مهوي من الداخل، يعني ناجح 100%. دونك هنايا في المقادير غادي نحتاجو 3 البيضات يكونوا بدرجه حراره الغرفه، كاس لاروب ديال سنيده، كاس ديال الحليب، كاس مع مرش ديال زيت نباتيه. هنا عندي فلون كراميل، هنا جوج خمارات ديال الحلوى كل وحده فيها 8 غرام، اذا غنكون عندي مجموع ديال 16 غرام فاني، سكر فاني. هنايا عندي جوج كيسان ونص ديال الدقيق، وهنا غادي نشوفوا على حساب ديك الساعات الخليط ديالي واش غندخلها كامله ولا ما ندخلهاش كامله. وعندي نكهه ديال الكراميل. دونك ندوزو دابا للطريقه. دونك هنا اول حاجه غنبدا بها هي غادي نخدم البيض. هذا البيض مع السنيده هما الاولين، ومعهم السكر فاني. السكر فاني هنايا حتى هي فيها 8 ديال الغرامات. الا ما توفراتش ليكم فالنكهه ديال الكراميل كافيه، ولا ديروا كاع النكهه ديال الفاني حتى هي كتقضي الغرض. دونك غادي نخدم هاد المكونات هادو غير بالفوي هكا باليدوي حتى السكر يعني يذوب شي شويه، ما تبقاش عندي الخليط بحال هكا غير متجانس. دونك صافي ملي ولا ليا الخليط بحال هكا غنبدا نضيف ليه الزيت وانا كنحرك، وغنبدا نضيف حتى الحليب تدريجيا وانا كنحرك. الحليب هنايا ما يكونش دافي، هو فقط غادي الا كان في الثلاجه نجبدوه من قبل باش هكا ما يهبطش ليا البيضه ديالي الا كان بارد. غادي نضيف هنا الفلان كراميل، وغادي نضيف هنايا معلقه صغيره ديال الروح ديال الكراميل، وغادي نحرك هاد المكونات هادو مزيان. غادي نبدا نضيف الدقيق هنا على دفعات، غادي نغربلو بيان سور، وغادي نحرك هذا الخليط ديالي مزيان حتى يدخل الدقيق ويولي ليا منسجم. عاد نضيف الكميه الثانيه. هو كلما ضفنا الدقيق على دفعات وخلطنا مزيان كلما جانا متجانس وكلما جانا طالع الكيك ديالنا من بعد في الفران. هذا هو اللي كيخلي الكيك يجي مهوي من الداخل. دونك ضفت الكميه الاولى مع الساشي الاول ديال الخميره، الثانيه والثالثه كذلك مع الساشي الثاني ديال الخميره، وغادي نستمر بهذه الكيفيه هذه حتى نحصل على عجين لا تيكستور ديالو كتكون هي هذه. هنايا ها هو المون بعد ما دهنتو مزيان بالزبده، معها فيه لي بوتي ديتاي بحال هكا، دهنتو مزيان باش ما يلصقش ليا كاع الكيك، ورشيتو بالدقيق. دابا غادي نجي نخوي فيه الكيك ديالي. في هذا لو طون هذا راني شعلت الفران باش يسخن، شعلت عليه غير لتحت. دونك فاش غندخل الكيكه غادي ندخلها على عافيه مهيله. انا عندي هنايا كنخبزها في الفران ديال الغاز على عافيه مهيله مشعله عليها غير لتحت حتى كتبان ليا طلعات تحمرات. صافي ديك الساعات كنقلبها، الا بانت ليا طايبه كنخشي ان كوردون، الا خرج ناشف صافي دي راها طابت، الا كان باقي ما خرجش ناشف صافي دي كان باقي خصها الطياب. انا نسد الفران ونخليها مازال تكمل الطياب. هنا ما تحلوش عليها كاع الفران حتى تبان لكم راها تحمرات. هذا هو الشكل ديالها. من بعد ما كنخرجوها من الفران كنطلعوا عليها نشوفوها حتى هي كتحمر مزيان. ومن بعد انا خشيت فيها هنايا موس ولا ديروا كوردون، الا خرج ناشف
معناه انها راه طابت. الا كان باقي فاسك معناه انها راه الداخل ديالها مازال ما طابش. هي فاش كانت سخونه كنت درت ليها بحال هكا باش يدخليها الهواء، ولكن ما حيدتهاش، خليتها حتى تبرد مزيان. دونك دابا عاد غادي نحيدها، نحاول هكا هي نخبطها بيدي بحال هكا باش يدخل ليها الهواء وتحيد ليا كامله. ها هو الشكل ديالها كي كتجي، ما كتجيش لاصقه في المول. ها نتوما ما بقات فيه حتى شي حاجه المول. دونك هذا المول هذا غادي نمشي نغسلو مزيان حتى ما تبقى فيه حتى شي حاجه باش نخدم به هذيك الطبقه ديال لاكريم اللي غادي تجي من فوق منها. هنا بالنسبه للمقادير ديال لاكريم اللي غادي نديرو من فوق هذا لو كيك، هنايا عندي 2 كيسان ونص ديال الحليب اللي غادي نضيف معاها عامره ديال الحليب بودره، وغادي نضيف ليهم 2 ديال فلون بنكهه الكراميل، ولا عفوا دانون بنكهه الكراميل. غادي نضيف ليهم واحد 3 معالق كبار ديال الكريم باتيسير، مستحضر الكريم باتيسير يكونوا عامرين مزيان. واحد المعلقه الثانيه والمعلقه الثالثه، 2 معالق ديال السكر. كونوا بيان سور ما عامرينش حيت ديجا هذاك دانون اللي ضفنا راه ديجا فيه الحلاوه. غادي نحركوا هاد المكونات كاملين. دونك غادي نحركوا هاد المكونات كاملين مزيان قبل ما نحطوهم فوق العافيه حتى ينسجموا، حتى تذوب هذيك الكريم باتيسير مع هاد الحليب دانون حتى هو. اللي ما عندوش الكريم باتيسير يقدر يعوضها بنشا يعني مايزينا، ولكن هاد الكريم باتيسير كتعطي واحد البنه زوينه لهاد لاكريم هادي. دونك هنايا غادي نشعل عليها البوطه، غنحاول ندير عافيه متوسطه، وغادي نبقى كنحرك حتى هاد الكريم هادي ما كتبقاش هكا ليكيد حتى كتعقد ليا. دونك هنايا من بعد ما كنكملوا بالتحريك وكتبدا تعقد، هانتوما كنحركوها كنلقاوها اون كريم، واذا خليناها كيبداو يخرجوا فيها الفقاعات. دونك هنا كنعرفوا صافي راه الكريم ديالنا وجدات. غادي نزيدها غير واحد شويه مع التحريك وغنحيدها. دونك هنايا من بعد ما خلطت المول ديالي مزيان غادي نجي نحط فيه الكريمه. ها هي باقا سخونه. دونك من بعد ما كبيت الكميه كامله ديال لاكريم اللي عندي كنوزعها هكا بالتساوي في المول، وكنخليها ترتاح غير في الكوزينه بحال هكا طومبيراتور امبيونط واحد 3 دقائق. من بعد ملي كنجي نقيس هكا ندير صبعي فوق منها ونلقاها بدات كتجمد شي شويه، صافي معناها انها وجدات. دونك غادي نجي نحط فوق منها لو كيك بحال الشكل هذا، يعني الوجه ديال لو كيك اللي كان في المول غنرجعو عاوتاني من التحت، ونحاول نحترم لي موتيف ديال لو مول، وغنضغط مزيان بيدي حتى لو كيك يشد بلاصتو. من بعد ندخلها للثلاجه واحد 4 سوايع تقريبا. من بعد كنخرجها وكنحاول هكا نفسها من الجناب باش يدخل ليها الهواء وتجيني فاسيل انني نقلبها في التبصيل. هنا كيبان لكم واحد الطريف طاير، انا طيرته من قبل حيت فاش حطيتها في التبصيل كانت يعني مايله. دونك باش نحطها في التبصيل وتجيني الشكل ديالها بحال هكا مقاد كان عليا نحيد واحد شي شويه. دونك هنا ندوزو للديكوراسيون. انا كملت بدانون كراميل وزعته بهذا الشكل هذا، ودرت شوكولا فيرميسيل من فوق منه. هنا بالنسبه للديكوراسيون تقدروا تخليوها هكاك سامبل، فديجا ديك لا كريم كتعطي منظر زوين. تقدروا ديروا لها لي فروي من الفوق بما انه تقدر تحط ديسير. هذه فقط فكره اللي اقترحتها معكم. دونك هذا هو الشكل النهائي ديال لو كيك ديسير اللي وجدنا في هذا النهار هذا. كنتمنى ان هاد لا فيديو تكون نالت اعجابكم. اي فريمون صدقوني كتجي وصفه غزاله بزاف وبنينه بزاف بزاف. دونك انا كنقول لكم الى عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنساوش تلايكيو وتخليو ليا كومونتير زوين بحالكم. ولا كنتو باقي ما انضميتوش للقناه ديالنا على اليوتيوب هذه هي الفرصه، ضغطوا على الزر الاحمر وفعلوا الجرس حتى يوصلكم جديد الفيديوهات والوصفات. نخليكم مع تتمه الصور والمقاطع ديال هذا لو كيك، هذا الكيك ديسير. وكنقول لكم انا الى اللقاء فيديو اخر مع وصفه جديده. دونك هنايا انا غادي نقسم معكم ام مخصو باش يبان لكم الداخل ديال هذا لو كيك كيفاش داير.
هانتوما، يعني كتجي ديك الطبقه ديال لا كريم شاده راسها، ماشي كطيح ولا شي حاجه. وكيجي الكيك ديالنا مهوي من الداخل، يعني ناجح 100%.